فعلا ان انت كان راجل صاحب حق وكان ليك حق ان انت تمشي فعلا هو وتتعاقد كل معاه؟ اللي عارفيني عارفين ان انا صاحب حق. تمام. يعني من اول ما فكرت في الفكرة دي فكرتي. تمام. ويوم ما فكرت فيها من 7 سنين. ويمكن معظم الشباب اللي معايا هنا بالصدفة الغريبة جدا اشتغلوا معايا في راجل وست ستات في أول جزء في سنة 2007. تخيل. يعني أنا أعرفهم من 2007. مم. إذا مش الجهة الأخرى هم اللي اكتشفوهم زي ما كانوا بيقولوا، ولا هم اللي جابوهم من يعني بيقول لك احنا اللي اكتشفنا وعمل مين. يعني هل المنتج راح مسارح واكتشف الناس دي وخدهم دربهم معاه مثلا؟ اكيد لا طبعا. ماشي. يبقى اذا لما انا بجيب الناس دي وبتفرج عليهم في مسرحيات وبقدمهم في معايا في برنامج قبل حتى المسرحيه من لسه ثلاث كنت سنين هكمل اه برنامج برنامج اسمه جد جدا. فانا اساسا صاحب فكره برنامج جد جدا هو انا. يعني انا المعد بتاع البرنامج وانا اللي بقدمه. مم. فعملت حاجه في البرنامج مدتها 10 دقايق عباره عن سكتش. السكتش ده الشباب دول كلهم اللي انت شايفه معايا في المسرح ها كلهم معايا في السكتش ده. ده بيعمل دور ايه وده بيعمل دور ايه، بالاضافه للضيف اللي كان موجود كنت بلعب معاه لعبه الارتجال معتمد على ان الضيف ما يعرفش الممثلين اللي معايا. طبعا. هم لسه ما حدش عارف شكلهم. فيلا يا ربيع خش اعمل كان من نفسك اشهر تاجر. حلقات العسيلي وعلي ربيع الاثنين مع مثلا بعض. اعمل نفسك تاجر مخدرات توبت. ماشي. انا بقول له الجمله دي بس. ما لا بقول له هتخش مع الضيف تقول له ايه فهو هيقول لك ايه فانت هتقول ايه. هو ما قالش حاجه مني. والضيف بيتفاجئ بيه. الضيف بيتخدع. فاكره فعلا تاجر مخدرات تايب. مم. او ان واحده تعرضت للتحرش ومش عارف ايه تعالي يا ساره هتخشي هتعملي كذا وبتاع. وانت طول اللقاء حاولي تقولي انا اهم حاجه وشي باين. اهم حاجه وشي ما يبانش. اهم حاجه وشي ما يبانش. هو ده الافيه. فبقيت بلعب معاهم اللعبه دي. وبعدين لغايه ما جينا عملنا تياترو كنت انا اللي بكتب وبخرج. في اول 13 مسرحيه. فالمسرحيات اللي انا كاتبها واخرجتها وجايب الناس دي انت هتعمل الجمله دي كده لا هتعمل الجمله دي كده لا هتمشي من هنا لهنا هتعمل كذا مش هتعمل كذا الكلام ده كله. ده شغلنا. فما يجي يبقى في حد عايز ينسب المجهود ده ليه. لا انا بمجهودي. وبالتالي يوم ما اختلفنا وكان الاختلاف مش فقط على ان انا ليا مستحقات ماديه المحكمه امبارح حكمت بيها يعني. ولكن كمان على ان الفكره بتاعتي بتتاخد مني وتنسب للشركه المنتجه. فلا معلش انا اسف. انا عارف ان حضرتك يعني موضوع الفلوس ده انت اخر حاجه بتفكر فيه انت يعني. يعني هو محتاجه برضو. ايوه بس يعني انا عارف استاذ اشرف من زمان، فموضوع الفلوس دوت مش حاجه عنده، اللي هو اهم حاجه ان هو يقدم حاجه كويسه للناس بالاضافه ان الشباب اللي هم حتى يعني في انا معايا 20 ففي 6 مضوا من ورايا من غير ما نعرف. عشان ايه؟ عشان انا امشي من الفرقه وانت تاخد ال6 دول تعمل بيهم فرقه. يعني ايه الكلام ده؟ مم. هي دي كانت القشه التي قسمت ظهر ظهر البعير. البعير. فانا جبت ال6 دول وجبت بقيه ال20 وقلت لهم الحق فين؟ حق ربنا فين؟ امشوا ورا حق ربنا سيبوكوا مني. امشوا ورا حق ربنا فين؟ ومين اللي جابكوا في راجل وست ستات؟ انت. طب مين اللي جه يتفرج على المسرحيه وشافكوا وقال لكم هاتوا تليفوناتكم؟ انت. طب مين اللي جابكوا وقال لكم يلا اقفوا على المسرح وانت هتعمل دور كذا ودور كذا اللي هو كاتبه؟ مم. تمام. خليكم على الحق بتاع ربنا. فيمكن مش يمكن اكيد يعني ولا واحد من اللي كانوا معانا ما بقاش معانا. احنا الكاست بالكامل موجود معانا. هل تفتكر الكاست كله ما عندوش ضمير؟ هل الكاست كله لو الجهه الاخرى هم على حق مفيش واحد عنده ضمير يقف معاهم؟ مم. كلهم معدومي الضمير. بما فيهم انا طبعا. يعني ده انا الزعيم بتاع معدوم الضمير. يعني لما يبقوا 20 وكلهم ايه ما شاء الله كلهم خريجين جامعات وكلهم من اسر محترمه. فيعني ما تتخيلش ان كلهم تحالفوا مع الشيطان اللي هو انا وظلموا الراجل المظلوم اللي هو الراجل المنتج. لا يعني انا مش عايز اغلط طبعا. مش عايز اقول كلام مش مظبوط ولكن طول الوقت يمكن لغايه النهارده من على مدى 6 شهور انا ما اتكلمش في اي لقاء ولا في اي حاجه عن المنتج. لكن كنت طول الوقت بقول القضاء هو اللي هيجيب لي حقي. بس كنت بتسمع برضه ان هو بيتكلم كتير. بسمع وانا مركز في شغلي. مم. يعني طول الوقت بسمع ده فكرتنا وده اسمنا وده حكايتنا وده. ماشي انا شغال. الاسم لقيته فعلا مسجله. اسم تياترو مصر لقيته فعلا متسجل في شهر عقاري امتى واحنا شغالين. مم. يعني هو ما نزل الخبر بان الاسم بتاع ده مسجل. شركة فيردي بتاريخ كذا
تاريخ كذا ده احنا كنا في المسرح مع بعض وبيجي نضحك في وش بعض وهو مسجله من ورايا يعني ايه. اوكي هو ده الاسم بتاع فيردي، اوكي انا مش هختلف على اسم. انتوا تياترو مصر، تياترو يعني ايه؟ يعني مسرح، مسرح مصر. اوكي مفيش مشكله حليتها خالص. انت بقى. حليت. وبقى مسرح مصر وبقى اسم جديد، والناس شافوني وانا وكل الناس لو سميناها فرقه البتنجان الاسود. اهم حاجه الناس، اهم حاجه هي دي. الفرقه نفسها. والحمد لله يمكن مكافاه ربنا الكبيره النجاح اللي احنا فيه، الحمد لله رب العالمين. بمناسبه النجاح دلوقتي انت معاك